هلو جريد 5 معاكم ميس نبيلة ساينس تيتشر. النهاردة إن شاء الله هنكمل معانا كونسبت 3.1 lesson 3. تمام. قلنا إن إحنا عندنا أول ما نشوف أي أسئلة اوريدي نحلها عادي، ما نقولش تو question مثلا قبل الشرح مالهمش علاقة، لا عادي أوكي نشرح أو نحل أي حاجة تقابلنا. اتفقنا إن لازم التايتل أول سؤال بيقول لي put true or false. تمام. number 1 بيقول the main systems or groups of Earth are hydrosphere, geosphere, atmosphere and biosphere. عطيني الفور spheres، هنلاحظ ان هو عطيني الفور spheres سواء كان الهيدرو، الجيو، الاتموسفير والبايوسفير. طبعا الفور spheres موجودين يبقى الإجابة true. نمبر 2 عندي بيقول لي الجيو أو البايوسفير والهيدروسفير والاتموسفير والجيوسفير interact together. قلنا قبل كده ان هما لازم يعملوا interaction، لازم نعمل interaction. ليه لازم نعمل interaction؟ قالك علشان يخلي السيستم في حالة balanced system. اوكي، يعني لازم كل سفير من دول يتفاعل مع بعض او يتفاعلوا مع بعض علشان يخلي السيستم يكون balanced، فالإجابة هتكون true. لو احنا حلينا التو question true و true يبقى خلاص، يبقى انت 2/2 and super science. تمام، نحفز نفسنا. اوكي. Scientists named each of the 4 systems using the word sphere. هنا عندي معلومة مهمة، بيقول إن الساينتست سموا السيستمز دول كلمة سفير. ليه بنقول هيدروسفير، بايوسفير، اتموسفير، جيوسفير؟ ليه بنقول عليها سفير؟ قالك because the earth is in the shape of a sphere، في شكل سفير ولكن بيكون ايه؟ not completely round. يعني ايه not completely round؟ يعني غير كاملة الاستدارة، يعني الاستدارة بتاعتها مش كاملة. فما يجي يقول لي give reason ليه استخدمنا كلمة sphere عشان نوصف السيستمز of the earth اللي هم الفور spheres، ليه عطينا لهم كلمة sphere؟ قالك علشان ال earth is not completely round، is not completely round. اوكي. طيب عندي دلوقتي ان شاء الله هنتعرف على كل جيوسفير او كل سفير منهم تاني. احنا اخدنا فكرة عنهم في 1 و 2 lesson 1 و lesson 2. هنعيد الكلام تاني مع اختلاف بسيط جدا او مع فرق معلومة جديدة هي بس اللي هتكون الفرق ما بين الليسن 3 و 1 و 2. اوكي. عندي الجيوسفير هنا the geo أو the word geo means earth. earth يعني ايه؟ قلنا الأرض. يبقى كلمة geo يعني ايه؟ يعني earth، سواء كان اللاند، سواء كان الروكس، السويل، كل ده من ضمن الجيوسفير. اوكي. It's also known as lithosphere. lithosphere يعني lithosphere يعني ده another name لجيوسفير، برضو معناها ان ده earth، معناها السفير الخاص بأي حاجة تخص الارث. اوكي. يعني مثلا جيوسفير هي نفس ليثوسفير، فلما يجي لي في التشويسز ان الجيوسفير ليه another name او is also named is او named by، اجي اقول له الليثوسفير. اوكي. تمام. قلنا ان الجيوسفير is the system that includes ايه؟ rocks الصخور، minerals الأملاح اللي موجودة في الأرث، عندي soil يعني التربة. تمام. عندي اللاند فورمز زي الماونتنز الجبال، وزي الفاليز الوديان. ونضيف عليهم حاجة مهمة جدا بتيجي في التشويسز كتير، هي المولتن روكس اللي هي الصخور المنصهرة اللي موجودة في الأرث. قالك كل ده inside earth، الروكس دي inside earth، عشان كده هتكون من ضمن مين؟ الجيوسفير.
نيجي للهيدروسفير. the word hydro means الwater، يعني أي حاجة تخص المية سواء كانت fresh water أو سواء كانت salt water. الهيدروسفير بيكون system includes all of the water، أي حاجة تخص الوتر المية يبقى تبع الهيدروسفير. زي مين؟ زي الأوشنز، زي السيز، الريفرز، الجراوند واتر والجليشرز. مهم جدا الكلمة اللي احنا هندخل عليها دلوقتي. احنا قلنا الاوشن والسيز والريفرز والجراوند، كل ده مش جديد، اوكي؟ يعني مش جديد ان هما تبع الهيدروسفير. الجديد عندي كلمة مهمة جدا اسمها الجليشرز. الجليشرز يعني نهر فيه ايس، مش ريفر. الريفر بيكون الوير بتاعته in liquid state، اوكي، او running. ولكن الجليشر بيكون الوير فيها في حالة السوليد ستيت، ايس او سنو، اوكي. ولكن هي برضو تبع الهيدروسفير، لان احنا عارفين ان انا عندي 3 states of water: solid, liquid, gas. السوليد هنا هنسميه او اي body في مثلا frozen water هسميه glaciers، اوكي. glaciers يعني نهر جليدي. طب لما يجيلي في التشويس الجليشر يا ميس تبع مين، هاجي اقول له مش هو يعتبر في ايس؟ طب والايس ده من الستيتس اوف وير؟ يبقى معنى كده ان هو تبع الهيدروسفير. Do you understand؟ حاول افهم المعلومة تاني، هعيدها. الجليشر اللي هو عبارة عن نهر فيه ايس او فيه سنو، فعشان كده هو اكيد هيكون تبع انهي سفير منهم؟ تبع الهيدروسفير. تمام، ندخل في الاتموسفير. atmosphere, the word atmos means vapor. الفيبر او الجاز، تمام. يبقى الاتموس يا ميسر هي مش المفروض اتمو، لان اكيد دي كلمة سفير، ولكن هم عشان في 2 اس هننطقهم بنفس الساوند ب1 اس، فخلاص خلينا ان الاتموس لوحدها والسفير لوحدها، بس ما ينفعش نعمل 2 اس ورا بعض، هما كده كده نفس الساوند، فبقت اتموسفير. ولكن المقطع لوحده اسمه ايه؟ اتموس. اتموس، ما ينفعش اتمو، اللي هي ما ينفعش يكون اخرها او، والاس دي بتاعت اتموس والاس ده بتاع سفير، ولكن احنا اختصرنا ال 2 اس في 1 اس بس منهم. دي معلومه مش علينا، ولكن توضيحا ليه هي جت الاس مع كلمه اتموس. فاهمين قصدي ايه؟ The atmosphere is usually called air, called gas، اي حاجه في الاير سواء vapor سواء gases، like ايه بقى؟ for example الاكسجين جاز، الكربون دايوكسيد جاز، والنيتروجين جاز، اوكي. عندي البايوسفير. the word bio means life. means ايه؟ life يعني living organisms، اي حاجه تخص عندي اللايف او الليفينج، سواء كان humans, animals, plants. سواء كان الهيومن ده اسم شخص، انا وحضرتك نفس الكلام، نعتبر من البايوسفير. من شوية قلت إن ال Earth systems interact، لازم يحصل interaction، لازم يحصل interaction. For example عطيني هنا ال hydrosphere interacts with geosphere. الهيدرو اللي هو الورر، والجيوسفير اللي هي ال Earth. طيب تعالوا نشوف أي phenomenon، يعني ظواهر هيحصل فيها interaction between hydrosphere and geosphere، اوكي. عندي الايروجن اوف روكس باي وير، احنا ذكرنا قبل كده ان انا عندي 2 بروسيس حصلوا بسبب ايه؟ الافكت بتاع الورر على النون ليفينج اورجانيزمز. النون ليفينج زي مين؟ زي الروكس. قلنا حصل ايروجن وحصل ويذرنج في الاول. يعني ويذرنج قلنا نكسر الروكس الى smaller particles الى smaller pieces. this process is called ايه؟ weathering. بعد الويذرنج بيجي عندي الايروجن.
يعني ايه erosion يا ميس؟ يعني process بيحصل فيها transportation of smaller particles from one place to another place. مين اللي بيعمل كده؟ برضو الورر. يبقى هنا طالما الورر هي اللي عملت erosion للروكس، يبقى ده interaction ما بين الهيدروسفير والجيوسفير. يبقى ما بين الهيدرو ومين؟ والجيو. طيب في another example ممكن تاني formation of lakes. يعني ايه lakes؟ عرفنا قبل كده ان الليكس تعتبر ايه؟ يعتبر water body surrounded by land يعني حواليها land. في النص ايه؟ في النص المية. هنا ايه علاقة ده؟ formation of lakes قالك هنا الwater is collected بتتجمع في مكان وتكون الليكس. طيب اوكي، مين التو كي ووردز اللي انا استخدمتهم؟ قلت word اوكي يبقى هيدروسفير، وقلت ان هي اكيد ماشيه على الارث او ماشيه على اللاند يبقى جيوسفير. so the formation of lakes يعتبر الانتراكشن ما بين الهيدروسفير ومين؟ والجيوسفير. عشان كده ده example على الهيدروسفير interact with جيوسفير. عايز كمان يشوف ازاي الاتموسفير interacts with biosphere. نفتكر ان الاتموسفير اتموس يعني ايه؟ لسه قايلينها جاز يعني vapor، يعني هنستخدم جازز. اوكي، البايوسفير اللي هما البلانتس والانيمالز والهيومن. قالك والله احنا هنشوف الموضوع ده ان فور اكزامبل عندي البايوسفير اللي هو البلانتس. ماله البلانتس؟ قالك البلانتس ده عشان يقوم بالفوتوسينثيز بروسيس لازم ياخد او لازم يعمل تيك ان. يعني ايه تيك ان؟ ياخد، يبدأ يعمل انسباير لمين؟ للكربون دايوكسيد. بياخد الكربون دايوكسيد منين؟ من الاير. يبقى انا عندي عشان تحصل الفوتوسينثيز لازم البلانت take in carbon dioxide and give out الاكسجين. فهو بيدخل الكربون دايوكسيد ويخرج الاكسجين، فعشان كده هو بيتعامل مع الجازز. تمام؟ وطبعا الاكسجين هنا مفيد لمين؟ للريسبيريشن of all living organisms، سواء كان human سواء كان animal، الاتنين بيستفيدوا من الاكسجين اللي بيطلع من الفوتوسينثيز. تمام؟ يبقى انا عندي البلانتس هنا اوكي، البلانت يبقى بايوسفير. قاعده اقول كربون دايوكسيد، اكسجين، جازز يعني، والجازز دي بتكون اتموسفير. يبقى ده انتراكشن ما بين مين ومين؟ ما بين البايوسفير اللي هو البلانت وما بين الاتموسفير اللي هو الجازز، سواء كان الكربون دايوكسيد او الاكسجين. عندي جيوسفير interact with biosphere. قلنا biosphere human, plants, animals. الجيوسفير يعني الارث يعني rocks يعني السويل. During photosynthesis process البلانتس roots absorb ايه بقى؟ قالك nutrient from the soil. نقف هنا بقى. احنا كده ذكرنا ان البلانتس بتاخد او البلانتس roots. اول ما اسمع كلمه roots ما اجيش اغلط واجي اقول ان هي في الجيو او تبع الجيوسفير. لا، الروتس دي اوريدي جايه من بلانت. الروتس اللي هي جذور البلانت بتكون underground. تمام؟ هنا هيبدا الانتراكشن او يكون الانتراكشن ما بين مين ومين؟ انا قلت بلانتس روتس يبقى بايوسفير، وقلت سويل يبقى السويل دي ايه؟ جيوسفير. يبقى الانتراكشن ما بين الجيوسفير and بايوسفير. طيب نركز في الجزء ده
عندي respiration of living بيكون example على interaction ما بين مين ومين. هو أنا لما أجي أقول respiration يعني إيه respiration؟ يعني التنفس، يعني inhalation، تمام؟ inhalation يعني ندخل الأكسجين، ده كده أنا already قلت أكسجين، so أكسجين يبقى أنا كده في الأتموسفير. وهنا البايوسفير علشان إحنا هنتكلم عن human أو animal، يا إما الهيومن يا إما الأنيمال هما اللي بيعملوا respiration. يبقى الريسبيريشن التنفس مع مين ومين؟ مع الهيومن اللي هو الإنسان ومع الأنيمالز اللي هو الحيوان. طب بيعمل ريسباير لمين؟ للأكسجين، فالأكسجين هنا تبع مين؟ تبع الأتموسفير، والهيومن والأنيمال تبع البايوسفير. فلو جه قال لي respiration include the interaction between نقط ونقط هقول له مين؟ البايوسفير and الاتموسفير. يبقى respiration living take in oxygen gas and give out الكربون داي اوكسيد. تمام؟ اعمل دلوقتي او هنشوف دلوقتي check your understand أسئلة اللي تشيك. اعمل ستوب للفيديو for مثلا 1 minute 2 minute على حسب ما تخلص وارجع تاني. choose the correct answer. عندي number 1 hydrosphere includes all the following items except. قلنا except يعني ما عدا، تمام؟ بيقول لي ان الهيدروسفير include كل ده ما عدا واحد بس هو اللي يعتبر مش من ضمن الهيدروسفير. عندي oceans rivers multi rocks and groundwater. الاوشن موجود في الهيدروسفير، والريفر نفس الكلام، والجراوند وير نفس الكلام، لكن الروكس لا مش تبع الهيدروسفير، امال تبع ايه؟ الجيوسفير. يبقى هنا هنختار C. Number 2 glacier that is made of ice is considered a part of. احنا قلنا ان الايس من الستيتس اوف وير، اوكي؟ يبقى الجليشر هنا عندي تبع مين؟ اكيد تبع الهيدروسفير. طالما قلنا ان الايس والايس برضو من الستيتس اوف وير يبقى اكيد السفير هو ايه؟ اكيد السفير عندي هيدروسفير. Number 3 الجيوسفير is also known as الجيوسفير is also known as لسه قايله الكلام ده من شويه ان هو تبع مين او ليه اسم تاني اسمه ليثوسفير. Number 4 all the following are parts of biosphere except. كل دي parts من البايوسفير ما عدا واحد بس. البايوسفير اصلا humans plants animals. احنا قلنا ان هو life او living organisms، يبقى مفيش الا المينرالز، تمام؟ لان المينرالز قلنا ان هي تبع مين؟ تبع الجيوسفير. دلوقتي هناخد اكسبريشن جديد علينا اسمه بايو. نقولها اكتر من مره، بايو. البايوم ده قالك ان هو عباره عن large area، بس مش area عاديه، امال ايه؟ قالك large area of the world. لازم نعمل keep للديفينيشن ده. large area of the world has بقى هو ده اللي هيميز الديفينيشن. similar يعني متشابه. similar ايه بقى؟ قالك similar soil similar climate similar plants and similar animals. يعني ايه يا ميس؟ قالك ان الاريا دي لو هي فيها كل حاجة متشابهة زي السويل وزي البلانتس وزي الانيمالز وزي الكلايمت كمان، يبقى انت كده اللارج اريا دي اسمها بايوم. يعني الاريا نفسها فيها كل حاجة similar. يعني ايه similar؟ شبه بعض. طب زي مين يا ميس؟ قالك الاكزامبلز اوف بايومز. البايومز قالك ان هي ديزرت. الديزرت بتكون ايه؟ الصحراء بيكون فيها similar climate. فعلا بيكون الديزرت كلها ايه؟ hot and sunny
and lack of water ما فيهاش ميه. طبعا ده بينطبق على الديزرت كلها، فعشان كده الديزرت من الاكزامبلز اوف ايه؟ اوف بايوم. طب مين تاني غير الديزرت؟ قالك الفورستس والرين فورستس والجراس لاند والويت لاند، كل واحد من الارياز دي يعتبر بايوم. طب ليه يا ميس؟ give reason. اجي اقول له because they have similar rocks, similar soil, similar climate, similar plants, similar animals. تمام؟ طيب احنا قلنا من شويه الهيومن ده ايه؟ طبعا سؤال سهل جدا، اكيد الهيومن تبع البايوسفير، ده جزء من البايوسفير بيأثر على كل السيستمز التانية. هو عايز يقولك ان البايوسفير هو اصلا ده ليفينج، واحنا قلنا ان الليفينج بتأثر على النون ليفينج وبتعمل انتر اكشن عشان تخلي السيستم بالانسد. طيب some characteristic of hydrosphere، هناخد بعض الكاركترستكس للهيدروسفير اللي هو مين؟ اللي هو lakes, river, ocean, groundwater and glacier اللي احنا خدناها في الآخر. قالك contain all the liquid, solid, gaseous were on earth، يعني أي حاجة بتتكلم عن الوير سواء كان أو أيا كانت الستيت بتاعتها solid state, liquid state, gas state، فهي في النهاية هتكون تبع الهيدروسفير. طيب عرفنا قبل كده برضو إن إحنا عندنا percentage of water in earth 71 أو 3 quarters. تمام؟ 71 أو 3/4 of the earth. طيب تمام، ال 71 دولت متقسمين لإيه؟ قالك السالت واتر بتكون 96.5، تمام؟ والفريش بتكون 3.5%. هلاحظ من اللي أنا كتبته ده دلوقتي إن أنا عندي السالت more than fresh، السالت water more than fresh water، يبقى أنا عندي مين الأكتر؟ السالت. طيب الريشيو قد إيه أو البرسنتج قد إيه؟ قالك 96.5، ولكن الفريش هتكون 3.5، الاتنين مع بعض 100. اوكي، فالسالت وير واخده 96.5% of water on earth like oceans, seas, gulfs. يعني انا مثلا لو جه قال لي ان الجلف تمام او البيز او some lakes او الاوشن او السي ده contain انهي water، هاجي هقول له السالت. طب الريشيو ايه او البرسنتج ايه؟ هاجي هقول له ان هي 96.5. الفريش water it forms about 3.5% of water on earth. تمام، لسه قايلين ان هي اقل من السالت، عشان كده احنا لازم نعمل كونسيرف للواتر، لازم نحافظ على الميه اللي هي الفريش. ليه يا ميس؟ عشان احنا ملاحظين ان هي نسبتها قليله جدا، 3.5 يعني نسبه قليله جدا. لو ما حافظناش عليها طبعا مش هنلاقي الورد، فلازم نحافظ. It found in river زي النايل ريفر، found in rain water المية بتاعت المطر بتكون برضو فريش. الجراوند اللي هي بتكون ليكج، حصل لها ليكج في البورس روكس، خدناها قبل كده برضو، قلنا ان هو حصل ليكج او تسريب للور فين؟ في البورس روكس، يعني الصخور اللي فيها بورز، يعني الصخور اللي فيها مسام دخلت الور او اتسربت كونت لي مين؟ الجراوند. and most of lakes، برضو هنلاحظ ان انا عندي some lakes والموست lakes، some lakes كانت salt، نعلمها ب sub يبقى salt، لكن الموست اوف lakes هي اللي بتكون fresh. تمام؟ طيب most of fresh water on earth is not found فين؟ في الليكويد أو الرننج، يعني بيقول لي إن هي
ان انا عندي الفريش وير مش موجوده في الليكويد او في الرننج. امال ايه يا ميس؟ هي مش في الليكويد ستيت؟ لا مش في الليكويد ستيت. امال موجوده في ايه؟ في شكل فروزن، يعني في السوليد ستيت. وده احنا اخدناه من شويه ان هي موجوده على هيئه او موجوده في الجليشرز اللي هي النهر الجليدي. فالجراوند وير هنا عباره عن where lies beneath او under the earth's surface او underground، تمام؟ and has been leaked. يعني ايه leaked؟ يعني حصل leakage او تسريب في الارث من خلال layer of porous rocks. Examples of hydrosphere and biosphere interaction. plants need water to survive. أول حاجة من ضمن اليوزز برضو إن أنا عندي البلانت بيحتاج water عشان يكون survive. الهيومن برضو بيعمل drink. الانيمالز drink water to survive، بتشرب برضو مية عشان تعيش. كده كل ده يعتبر ما بين مين ومين؟ ما بين البايوسفير والهيدروسفير. أنا اتكلمت عن plants وانيمالز وهيومن. كمان يعتبر الوير the habitat of fish. الفيش اللي هو مين؟ بايوسفير. والوير اليمين قلنا تبع الهيدروسفير. فالاتنين كده الانتر اكشن ما بين البايو and hydrosphere. check your understanding. آخر حاجة عندي but true or false. most of the lake's surface on earth contain salt. يعني معظم الوير سيرفس فيها salt water، يعني معظم المية اللي موجودة بتكون salt. قلنا ليه؟ عشان احنا أخدنا إن السالت 96.5%، لكن الفريش كانت ايه؟ كانت 3.5. عشان كده معظمهم بيكون salt فعلا. إجابة true. Most of lakes have fresh water while some other lakes have salt. يعني الموست هي اللي فريش والsome lakes اللي هي السالت قلنا نعلمها ان الاس اس some lakes salt water، يبقى برضو true. تمام. ندخل على exercises on lesson 1. اتعودنا ان احنا نحل مع الشرح. طيب نركز. choose the correct answer. خلي معاك هايلايتر لو في اي سؤال حسيت ان هو فيه فكرة صعب عليك علمه عشان ترجع له تاني اثناء ما انت بتعمل ريفيجن. mountains and valleys are part of. انا قلت mountains يعني تبع مين؟ تبع الجيوسفير. Number 2 nitrogen and oxygen واضح ان هما gases are gases that make most of the. طالما هما gases يبقى اكيد تبع الاتموسفير، لان احنا قلنا atmos equal لكلمة a vapor او كلمة gas. Number 3 96.5 of Earth's water is a. بتكون نسبة السالت. نسبة ايه؟ السالت. جيو، وقلنا النيتروجين اتموس، وقلنا ال 96.5 دي السالت. Formation of lakes is an example of an interaction between. السؤال ده جه في كفر الشيخ، يعني مهم جدا. أسئلة الامتحانات دي نركز عليها عشان نشوف الأفكار بتيجي ازاي، وواضح ان هي سهلة. الفورميشن اوف ليكس قلنا ان هي الورة وهي ماشية is collected، بتتجمع في مكان عميق ديب وبيكون الليك. اوكي طيب طالما انا قلت ورر وقلت ان هي ماشية على الارث او ماشية في الجراوند، يبقى اكيد الانتراكشن ما بين مين ومين؟ ما بين الهيدروسفير والجيوسفير. طيب نمبر 5 roots fix plants. الروتس اللي بتثبت البلانت في السويل ده انتراكشن ما بين مين ومين؟ انا قلت روتس يبقى بايو، وقلت سويل يبقى جيو. يبقى الانتراكشن ما بين
biosphere and geosphere. biosphere and geosphere يبقى ال B. السؤال نمبر 6. All the following were body contain salt. contain salt. يعني بيقول لي كل الوير body بيكون فيها salt except gulfs فيها salt. seas برضو بتكون contain salt. oceans contain salt. ولكن الريفر اللي احنا already بنشرب منه ده contain a fresh water. Number 7. Which of the following is found between porous of rocks؟ يعني مين من دولت يعتبر موجود في البورس of rocks؟ المسام بتاعت الصخور below earth's surface. طيب مين فيهم؟ طالما قال لي في البورس rocks يبقى أكيد كون الجراوند وورم، لأن دي من خصائص مين؟ أو من أسباب تكون الجراوند وورم المياه الجوفية. ده بسبب إيه؟ إن حصل ليكج للوار فين؟ في البورس of rocks. Number 8. Polar bears that live on ice. This is an example of interaction between. طالما قال لي polar bear يبقى biosphere. طالما قال لي بيعيش في الايس يبقى الايس يعني الهيدروسفير. اوكي، يبقى انا عندي البولار بير اللي هو animal اللي هو living يبقى تبع البايوسفير. والايس اللي هي state of water او solid state يبقى برضو هيدروسفير. يبقى ما بين البايوسفير and هيدروسفير يبقى دي. يبقى هنا كده دي افكار الاسئله، الموضوع سهل وبسيط. بيديك مثلا 2 keywords او يديك 2 spheres ويسالك عنهم. بيديك علامه للسفير ده ويديك علامه للسفير ده ويجي يقول لك هو الانتراكشن ده ما بين مين ومين. اوكي طيب اللي choose the word geo refers to يعني بيقول لك كلمة جيو. كلمة جيو دي تبع مين؟ جيو يعني الإيرث يبقى 1 ب. The word hydro refers to hydro يعني الword يبقى A. atmos يعني ايه atmos؟ يعني vapor يعني air يعني gas يبقى الvapor يبقى D. The word bio refers to البايو equal life يبقى 4 بالC. put true or false. هنا في أسئلة ال true or false ما نستهترش ونيجي نقول ده سؤال true or false فأكيد هيكون سهل. لا طبعا احنا أي سؤال ممكن يلعب فيه كلمة زي كلمة not زي كلمة except زي كلمة مثلا أي نفي ممكن يجي يغير في معنى السؤال كله. أوكي طيب all living organisms are parts of the atmosphere. بيقول لي إن كل living دي تبع الاتموسفير. طبعا لأ، living يعني human يعني plants يعني animals يبقى السؤال ده أكيد false. Number 2. Oceans, lakes, rivers are included in the hydrosphere. وبيقول لي إن الأوشن يعني where الليكس الريفرز كل ده تبع الهيدرو. فعلا السؤال ده جه في القليوبية 2023 يعني سؤال مهم سؤال مهم. Number 3. الديزرتس والفورست are examples of biomes. الديزرت والفورست اوكي احنا اخدنا فعلا ان البايوم has similar soil similar plants similar animals and similar climate. تمام، وكان من الاكزامبلز فعلا الديزرت والفورست يبقى true. Number 4. less than 50% of Earth's surface is covered with water. احنا هل قلنا ان percentage of water in Earth less than 50؟ لا احنا اخدنا ان هي اصلا 71 يعني 3/4. طبعا يبقى الاجابه false لان هو مش less than 50%. Number 5. most of the salt water on Earth is found in the form of frozen.
frozen يبقى most of salt، بيقول معظم المية المالحة salt where is found is formed in the form of frozen. طبعا false لأن احنا قلنا الفروزن ده تبع الفريش مش السالت، تبع الفريش مش السالت. نمبر 6 عندي نمبر 6 الفريش water forms about 3.5 of water on earth. الفريش water forms 3.5 fresh forms 3.5 طبعا true. تمام. ليه؟ لأن احنا قلنا السالت بيكون 96.5 والفريش بتكون 3.5. نيجي لل7 without water. without water يعني بدون الماء all forms of life will disappear. يعني will disappear اكتب فوق كلمة disappear تختفي. يعني بيقول من غير المية كل الأشكال اللي موجودة في الحياة تختفي. طبعا الماء أساسي يبقى أجي أقول له true. نيجي للسؤال نمبر 8 all animals and plants can live in aquatic habitat. يعني السؤال معناه إيه؟ بيقول لي إن كل الانيمالز والبلانتس بتعيش في aquatic habitat يعني البيئات المائية. هل كل الانيمالز والبلانت تقدر تعيش في aquatic؟ طبعا false. طبعا false. Number 9 respiration of humans shows interaction between geosphere and biosphere. احنا لسه قايلين من شوية ان الريسبيريشن بيكون ما بين البايوسفير ومين الاتموسفير. طبعا هو بيقول هنا جيو and biosphere طبعا برضو false. نيجي للكمبليت. الكي ووردز اللي هيستخدمها البايوسفير and salt were and atmosphere. البايوسفير اللي هو اللايف او الليفينج، السالت يعني مالح were ميه، والاتموسفير يعني الجزء الاتموس اللي هو الفيبر او الاير. most of the earth's surface is covered by بيقول لك معظم الارث surface is covered by ايه؟ اكيد is covered by where. Number 2 where that covers the earth can be يا اما water ايه او fresh، هاجي اقول له طبعا يا اما salt يا اما fresh. Number 3 the system that includes gases and surround the earth is called. السيستم اللي بيكون include gases اللي بيتكلم او بيشمل الجازس يبقى الاتموسفير. Number 4 respiration of animals and plants show interaction between atmosphere. هو بيقول respiration لسه قايلين ما بين البايوسفير والاتموسفير. هو كاتب الاتموسفير يبقى احنا هنكتب البايوسفير. Write the scientific term. The system of Earth contain all different landforms. طالما قال لي landforms يعني الماونتنز، اوكي؟ طالما قال لي landforms يبقى اكيد بيتكلم عن الجيوسفير. تمام. Number 2 the earth system which is made of water. اي سيستم بيتكون او بيشمل الوتر يبقى اكيد hydrosphere. Number 3 the earth system which consists of mixture of gases. طالما قال لي gases surrounding earth يبقى الاتموسفير. Number 4 the system that includes human, plants, animals, plants يبقى أكيد البايوسفير. والسؤال ده جه في القاهرة السنة اللي فاتت، سؤال سهل وجميل. يبقى نخلي بالنا من أسئلة إيه؟ الأسئلة اللي جت في الامتحانات. Number 5 a large area of the world has similar soil. أول ما أشوف كلمة similar soil, climate, plants, animals يبقى البايوم.
طيب أسئلة الكومبليت. complete the following sentence. salt forms about while fresh forms about. هنا عايز البرسنتج بتاعت كل word منهم. السولت قلنا 96.5%، لكن الورد أو الفريش كانت 3.5%، وقلنا إن السولت هي اللي أكتر من مين؟ من الفريش. breaking down of rocks by the effect of running water is an example of interaction between two earth systems which are. يعني إن أنا أكسر الروكس، واو، يعني طالما أنا قلت breaking down يبقى أكيد حصل weathering. حصل إيه؟ weathering by the effect of running water. يبقى طالما قال لي rocks يبقى أكيد الانتراكشن ما بين مين ومين؟ ما بين الجيوسفير، وطالما قال لي running water يبقى أكيد الهيدروسفير. ليه قلنا كده؟ عشان هو بيقول لي breaking down of rocks، هكسر الروكس by running water. اوكي؟ يبقى أكيد ما بين الجيوسفير والهيدروسفير. Number 3 the amount of fresh is than the amount of salt. هي نسبة الفريش ايه علاقتها بالسولت؟ طالما قال لي زين يبقى أكيد هو هيعمل comparison ما بين الفريش وير وما بين السولت وير. يبقى أنا طالما قال لي the amount of fresh، نخلي بالنا إن الفريش هي الأول، كمية الفريش أقل من السولت. يعني إيه أقل؟ هقول له less than أقل من، والسؤال ده جه في الجيزة من سنتين 3. يبقى معنى كده ممكن سؤال زي كده فكرته تيجي هو مش عايز الريشيو، هو عايز يكتب كلمة أقل من less than، هو كاتب than. most lakes have while some lakes have. احنا قلنا ان الموست lakes have were أنهي نوع؟ قلنا معظمهم بيكونوا fresh طالما قال لي lakes. طيب some lakes have salt. ليه يا ميس؟ احنا قلنا some أقل من كلمة most. احنا هنا بنتكلم عن الليكس مش بنتكلم عن الورق عموما كريشيو أو كبرسنتج ليها. The earth's sphere that contain rocks, sand, soil is known as. هنا عايز اسم الاسفير اللي فيه rocks وsand وsoil، يبقى أكيد مين؟ الجيوسفير. Geosphere is also known as. احنا قلنا ان الجيو ليه another name. مين هو؟ قلنا الليثوسفير. نيجي بقى للسؤال اللي المعظم منكم بيهرب منه وبيحب ان هو يحل الباقي الأسئلة أو أول الأسئلة ويجي هنا نسيبه. ليه بقى؟ دلوقتي معانا مفتاح الحل. لمين؟ للgive reasons. يعني ايه give reason؟ يعني بيقولك ليه، اديني السبب. سؤال الgive reason هيكون سهل وبسيط لو أنا اتعاملت معاه إن هو خلاص بقى سؤال سهل. يعني بمجرد ما أنت تقتنع إن هو واو ده طلع سهل، خلاص هيبقى الجيف ريزون عندي هيبقى من أسهل الأسئلة زيه زي الباقيين. طيب الجيف ريزون عموما إزاي أتصرف فيه؟ أتصرف فيه إزاي؟ قالك أنت بتقدر تجاوب عليه ب3 كلمات، يا إما كلمة because وهنعرف الفرق، يا إما بتو TO اللي هو لكي، يا إما بسؤال أو سوري يا إما بديو تو. يبقى ممكن نعيدهم تاني because أو to أو due to، because أو to أو due to. إمتى أبدأ because؟ لو أنا عندي هبدأ sentence أو هبدأ أكتب sentence كاملة، يعني جملة كاملة، تمام؟ to لو أنا هستخدم verb. يعني إيه verb؟ يعني فعل. عايزة أقول مثلا لكي يساعد يبقى to help.
عايزة أقول لكي يتنفس to breathe. عايزة أقول بسبب حاجة بقى، بسبب الوير سايكل، هاجي أقول due to the water cycle. due to بيجي بعدها noun على طول، مش هيجي بعدها sentence كاملة ولا verb. يبقى أنا عندي 3 كلمات أقدر أستخدمهم في سؤال الجيف ريزون. because في حالة لو أنا هبدأ أكتب جملة كاملة sentence كاملة. ممكن to لو أنا يعني هبدأ أكتب verb، تمام، يبقى to plus الverb. ممكن أستخدم due to لو أنا هستخدم مثلا one word واحدة كلمة واحدة وتكون noun. خلاص؟ طيب احنا كده عرفنا ازاي نتعامل مع سؤال الجيف ريزون. نقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة لغاية ما افهم هو عايز ليه، عايز ايه، وعاوزني اجاوبه على ايه. بيقول لي give reasons for importance of atmosphere for plants in making their food. طالما قال لي in making their food يبقى اكيد هو عايز يعمل photosynthesis. طيب هاجي اقول له because plants take بياخد ايه؟ plants take oxygen carbon dioxide from air. يبقى أنا الإجابة سهلة وبسيطة، لأن أنا البلانتس فعلا أنا عارف من قبل كده إن هي take كربون داي أكسيد. طب هو الكربون داي أكسيد ده إيه؟ جاز، وطالما هو جاز يبقى أكيد من الأتموسفير، فعشان كده الأتموسفير مهم للبلانتس. نمبر 2 most of fresh water on earth cannot be used for drinking. ليه معظم الwater الفريش ما ينفعش استخدمها for drinking للشرب؟ يعني most of fresh ما اقدرش اشربها، ما اقدرش استخدمها في الشرب. ليه؟ هاجي هقول له because some أو most of fresh water found موجودة as frozen. أصلا هي موجودة في حالة متجمدة ساعة لما قلنا الجليشرز. أوكي، يبقى معظم الفريش فعلا ما أقدرش أشربها لأن هي أصلا frozen يعني متجمدة. تمام؟ نيجي بقى في سؤال what happens if يعني إيه what happens if؟ يعني ماذا يحدث لو. تمام؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ البلانتس can't get carbon dioxide gas from air. اللي هيحصل لو البلانتس ما أخدتش الكربون دايوكسيد من الاير، هقول له إيه؟ أكيد البلانتس هنا بقى مش بنبدأ ولا because ولا due to ولا to ولا أي بداية ثابتة. هنا بقول له إيه اللي هيحصل بعد دي على طول. البلانتس can't make their food، مش هيقدر يعمل الفود بتاعه، تمام، through photosynthesis، مش هيقدر يعمل الفوتوسينثيز أصلا. photosynthesis process. تمام. what is meant by أو define؟ سؤال تعريف. biome، إيه هو تعريف البايوم؟
هاجي هقول له ان هو كان عبارة عن large area. طبعا احنا هنكون عملنا keep للديفينيشن بتاعه. تمام، احفظه يعني large area. تمام، that has similar ايه بقى؟ احنا قلنا ليه similar soil, similar climate, similar plants and animals. هنا look at the opposite graph that shows the percentage of both salt water. قبل ما اشوف الاسئله ادرس الفيجر اللي قصادي. اكيد البي ده بيتكلم عن السالت والاي بيتكلم عن الفريش. ليه يا ميس عرفتي منين؟ لان دي الريشيو كبيره، البرسنت كبيره بتاعت السالت 96.5 لكن الفريش كانت يا دوبك 3.5. Area A represents salt water. Area A represents salt water. هل ال A هي السالت؟ طبعا false لأن هي fresh. Seas and oceans are examples of water bodies that belong to Area B. يعني بيقول لي إن Area B ده يعتبر seas و oceans examples من ال B. هي ال B إيه؟ salt. طب هل السالت فيها سيز او بتكون موجوده في السيز والاوشن؟ طبعا true. تمام، ده السيز والاوشن belong ل area B. Number 3 during water cycle water evaporates from both areas A and B. لما بيحصل في الوير سايكل بيحصل evaporation منين؟ من السيز او من الاوشن. يبقى اكيد لازم من البي بس مش من الاتنين. تمام، يبقى انا عندي هنا في الوير سايكل بيحصل لها evaporate من السيز ومن الاوشن. تمام، يبقى اكيد من السالت. The type of water in rivers belongs to area A. هل الريفر تبع A؟ هو ايه ده فريش، يبقى فعلا الريفر بيكون فيها فريش. Read the following paragraph and then complete the sentence. الفروgs are amphibians so they can live on land and in water. Frogs inhale oxygen and exhale carbon dioxide وبيتغذوا على الانسكت وبيستخدموا الwater to hide from their predators. يعني بيستخبوا من البريداتور. هنا بيقولك بقى في number 1 الفروجز can live on land. This is interaction between biosphere and ايه؟ طالما قال لي live on land يبقى geosphere. bio and geo. Number 2 ال hiding of frogs in water. ده انتراكشن ما بين البايوسفير عشان هي فروجز والهيدروسفير عشان هو قال هتستخبى في الميه. يبقى الهيدروسفير واول واحده كانت جيوسفير. 3 respiration of frogs is an example of interaction between biosphere and طالما قال لي respiration يبقى biosphere and atmosphere. تمام، وبكده احنا خلصنا lesson 3 مع الاكسرسايزز اللي كلها اللي عليه. نذاكر تاني ونعمل ريفيجن على 1 و 2 و 3 قبل ما ندخل ان شاء الله المرة الجاية على lesson 4. يلا باي باي.